لي ان احنا عايزين نبدا حلقتنا بشكل مختلف. عايزين كلنا كده، استاذنكم واستاذن الناس حتى في كواليس الحلقه وفي البلاتو كلهم، ان احنا هنقوم كلنا دلوقتي ونقرا الفاتحه لاسر الضحايا. مش مباراه المصري والاهلي، ده مباراه المصري والاهلي وشهدائنا جميعا، في شهدائنا جميعا كلنا نقرا لهم الفاتحه، ونقرا الفاتحه كمان على ان احنا يكون هدفنا من الحلقه دي هو الخير لبلدنا مش لاي نادي. اتفضل كلنا ونقرا. اتفضل يا دكتور. زي ما قلنا مشاهدينا الكرام ان احنا النهارده هدفنا الصلح. انا مش عايز اقول الصلح لانها كلمه كبيره، لكن احنا هدفنا خير بلدنا. عشان كده عايز ابدا معاك عم حرب بشكل مختلف. الكل اتكلم والاعلام يعني استهلك الموضوع ده اكتر من اللازم، لكن النهارده عايز اسالك، انت راجل يعني لك باع كبير في مجال التشجيع، الحمد لله، نطلع ازاي بقى من الازمه اللي احنا فيها دي برؤيتك؟ الاول بس بشكر القائمين على القناه الرابعه لاستضافتهم لينا. اشكرك. لازم تحفظوا الاسم الجديد، اسمنا دلوقتي تلفزيون القناه. نشكر تلفزيون القناه على هذه المبادره الكريمه. اشكرك. وعمل الخير ما يزعلش حد، اي حد يزعل من الخير يبقى جواه مش كويس. جميل، بدايه جميله. فاولا يعني لو اتكلمنا عن الحاصل واللي اتى واللي لسه ما اتاش، احنا بنطلب طلب واحد بس، يعني ان ربنا يهدي القضاة الى حكم عادل يرضي جميع الاطراف. ما يرضيش جميع الاطراف، يرضي الحق، كلمة حق. وطبعا احنا كلنا بنثق في القضاء. انا بقول يرضي جميع الاطراف ايه؟ في جمهورية مصر العربية. نعم. لان النهارده كل محافظات مصر ليها قضية. نعم. القضية ما بقتش قضية جماهير النادي الاهلي. طب هي جماهير النادي الاهلي خاصة وجماهير الكرة في جمهورية مصر العربية. أزمة عايزين نعدي منها. فربنا يكرمنا ويلهم القضاء ان هم يوصلونا لبر الامان بالحق اللي هو العادل عند الله. جميل. وفي الحالة دي هتهدأ الامور، ومفيش عداوة بين شعب بورسعيد ولا شعب اسماعيلية ولا شعب القاهرة ولا شعب اسكندرية. كلنا جمهورية مصر العربية. جميل. لما بنلعب باسم والهدف من الدوري العام ده كله انه يصب لصالح جمهورية مصر العربية طبعا. وفي النهاية بنتجمع طبعا بورسعيد، اسماعيلية، سويس، محلة، القاهرة، اسكندرية. في العرف منتخب مصر بيحمل اسم جمهورية مصر العربية. جميل. فربنا بص، ان ما كانش فيه اراده ربانيه مش هيحصل اي حاجه. جميل. وكل اللي احنا بس بنأكد عليه مشاهدينا الكرام في جزئيه ان احنا كل النهارده بعيدا عن القصاص، محدش هنختلف فيه زي ما عم حرب اشار، الحق موجود، ده اللي احنا بنتأكد عليه، لازم يجي عن طريق قضاء عادل واحنا بنثق في قضائنا. دي جزئيه. الجزئيه الاخرى والجزئيه الاداريه خلينا نسيبها كمان للادارات، يعني كجمهور احنا النهارده بس عايزين نسمع بعض، نشوف كانت عيوب ايه الروابط او المشجعين ونحاول نوجد لها حلول. عشان كده عايز اجي لك يا استاذ احمد في جزئيه بقى دلوقتي، حاله الاحتقان الشديده بين الجماهير. وانا ما بتكلمش على مصري واهلي، انا بتكلم عن ان كان في مشاكل بين الاهلي والاسماعيلي والاهلي والمصري والزمالك والمصري السنه اللي فاتت والزمالك والاتحاد، والسنه دي المصري مع المحله والاسماعيلي مع المقاولين، انا بتكلم والزمالك مع الاهلي. انا بتكلم عموما حاله الاحتقان اللي احنا وصلنا لها ليه في الكوره دي. يعني الكوره مش كده. فانا عايز افهم منك ايه اللي غير الحال للحال السيء ده. اللي غير الحال النت الربط، اي رابطه في مصر اتعملت باساس صح. نعم. وبعد كده شغلت بحاجات النت، وده يقول كده وده داخله كده وده ابصر ايه كده، يعني حاجات جامده قوي. نعم. وحاجات، ودخلنا في حاجات في مشاوير مش في الكوره. دخلنا في مشاوير والناس فاهمه انا بتكلم في مشاوير مش في الكوره. انا عاوز اتكلم على ماتش الاهلي والمصري. ماتش الاهلي والمصري اللي حصل فيه 74 شاب زي الفل، شباب صغيره، شباب ناتج. حق الناس دي هيجي اكيد، هيجي بالقانون طبعا. احنا عندنا اداره النادي الاهلي
قناه النادي الاهلي عمرها ما غلطت في بورسعيد، ما غلطتش في شعب بورسعيد. قلت لك قبل كده مره في عيل مشجع من جمهور الزمالك اتحرق. اداره النادي الاهلي بالكامل كابتن حسن حمدي، كابتن حسن حمدي مفيش رئيس نادي في العالم حصل له الموقف اللي هو فيه. 74 واحد معلش نام الليل، مفيش رئيس نادي في العالم حصل له 74 شاب يموت منه في 10 دقايق. كابتن حسن حمدي، كابتن محمود الخطيب، استاذ محرم الراجل، عبد الفاروق، هشام سعيد، كل الناس دي راحت للراجل ده وزارته في المستشفى. الناس المسؤوله في بورسعيد، الناس الكبيره، شعب بورسعيد شعب محترم. الناس في بورسعيد ليها مزاج من الشغله دي. انا بقول لهم يا ريت الدكتور يهدى وكل واحد هياخد حقه بالقانون. الله ينور عليك، الله ينور عليك. زي ما باكد معاكم مشاهدينا الكرام للمره الثانيه، دول مجموعه من مشجعي النادي الاهلي. معانا كمان بيشرفنا بس عشان الاستوديو بس دي للاسف عندنا الاستوديو بس مساحته، فعندنا مجموعه من مشجعي النادي المصري. كمان بيشرفنا طبعا يعتبر الطرف الخير في النص جمهور او مشجعي النادي الاسماعيلي. كل الناس جايه علشان التهدئه، كل الناس جايه علشان مصلحه البلد دي، كل الناس جايه بتطالب بالحق سواء كان مصري قبل الاهلي، كله بيطالب بقصاص عادل من خلال قضاء كلنا بنثق فيه. عشان كده عايز اسالك استاذ سيد عبد الفتاح بقى، اتفضل. اولا موضوع سيد كوره الاول. سيد كوره ده كان شهير يعني عشان وانا كنت صغير كنت بروح مع النادي الاهلي وكده يعني، فاشتهرت بسيد كوره، وكنت ماتش باسكت سله يد جميع انشطه النادي الاهلي كنت معاهم بره وجوه، فسموني سيد كوره وانا صغير. طب جميل. طيب انا عايز اسالك في جزئيه، جماهير بتحب ناديها، في حد يختلف في ده؟ لا. حب ناديه. ايه اللي وصلنا دلوقتي ان انت تنتقل من مرحله ان انت تحب ناديك، لو افترض انت بتحب النادي الاهلي، لكرهك للنادي الاخر، وكأن دلوقتي بقى شرط عشان تحب ناديك وتكون بقى يعني يعني دي مش عايز اشبهها ببعض الروابط الاخرى، لازم توصل لمرحله ان الثاني ده يعني عدو ليك. ايه اللي وصلنا لده؟ هو طبعا في البدايه بحب طبعا كنت انا في بورسعيد طبعا في المباراه اللي فاتت ديت. عايز اقول طبعا لجمهور بورسعيد لازم يبقى في فرق بين جمهور الكوره وجمهور بورسعيد. ساعة الاحداث ديت انا كنت في بورسعيد، لقيت جمهور بورسعيد نزل الشارع، دي حقيقه انا بقولها، كان بيساعد بعض جمهور النادي الاهلي، والاهالي نزلت وشفتهم، وانا طبعا طلعت بره وشفت. فاللي وصل الحاله اللي احنا فيها ديت بدايه الدخلات، بدايه الكلام، بدايه ده مستني المباراه دوت. هو المباراه كلها 90 دقيقه بس، طبعا ممكن يبقى في شحن زياده من عواقب سلبيه قبل كده، يبقى ده شايل دوت وده شايل دوت والكلام دوت، وهي بتبقى في الاخر في الاول والاخر دي كلها عباره عن مباراه 90 دقيقه. مش عايزين نبقى نشحن الناس اكتر من هي مشحونه، احنا عايزين طبعا القصاص الاول للشهداء وبعد كده المبادرات. انا عجبني طبعا مبادره اول امبارح اللي كانت في النساء، للنادي المصري عمل مبادره كويسه كانت في النساء طبعا للنادي الاهلي وكده. طبعا يمكن النادي الاهلي كان في الاول ممكن يبقى رافض حاجه زي كده طبعا عشان لسه القصاص ولسه القضاء والكلام دوت، فهو الموضوع لسه سخن شويه. لكن انا بطلب من الاستاذ كامل ابو علي وجميع اعضاء النادي المصري ان هم يعني يجوا زياره للنادي الاهلي، الناس القدماء بتاع بورسعيد يجوا للنادي الاهلي. يبقى في، انا سمعت طبعا الكابتن محمود سعد والكابتن ابو رجيله وفي مصالحه وطاهر ابو زيد، يعني ناس تتدخل بحيث الامور تهدى والجو يهدى، الجو احنا اللي احنا عايزينه اللي يعني يبقى في هدوء وكل واحد ياخد حقه. جميل. هل حد في حضراتكم يشك اللحظه ان كل مصر محتاجه ان حق الناس ده يجي ولا لا؟ لا، كلنا متاكدين من ده. ازاي انا اشك وازاي انا بناء عليه عايز صلح؟ جميل. يبقى احنا كده متفقين، يبقى احنا متفقين على المبدأ الصحيح اللي هي فكرة ان احنا ماشيين في طريق الصحيح. احنا بنطالب بقصاص لكن في نفس الوقت مش عايزين نعمم المشكلة على الكل. عشان كده النهاردة بيشاركنا كمان على التليفون الاعلامي الكابتن خالد الغندور.